سلامات وألف سلامات وألف تحية لفلسطين وأهالينا بفلسطين وأصدقائنا وأحبائنا ومتابعيني من فلسطين كلكم. بقولكن هيدي الوصفة كرمالكن عملتها ونزلتها من زمان، حابة جربي بس ما عم تزبط معي. خلص اليوم قلت يا رحمة قومي شدي حالك وخبزي خبز طابون واعملي وصفة المسخن. عملتها وأخيرا عملتها، الصراحة طيبة وعجبتني. طيبة أنا مش مكليتها قبل بمرة، بس الخبزات بجننوا. هي أول تجربة لإلي بخبز الطابون. اكتبولي بالتعليقات رجاء إذا في شي مش ظابط عندي، في شي بده تعديل، اكتبولي وأنا بتجاوب مع الكل، والمرة الجاية بتطلع معنا أطيب إن شاء الله. لايكوا الخبز. شو عملت؟ كيلو طحين، حطيت كوب من الطحين الأسمر، وحطيت ملعقة صغيرة ملح، وحطيت ملعقة كبيرة سكر، وحطيت ظرف الخميرة اللي هو ملعقة كبيرة، وحركتهم على النواشف، حركتهم منيح، وضفت المي مثل ما شايفين بالفيديو، وضفت المي وصرت اعجن. هلا العجينة قوامها لازم يكون رخو، ما لازم تكون شديدة، ماشي. اخر شي بعد ما عجنت حطيت شوية زيت زيتون وخلطتهم كتير بالعجينة منيح، بيعطوا ملمس ناعم، وغطيت العجينة وتركتها ترتيح شي ساعة على جنب. بهالوقت شو بنعمل؟ بنجيب البصل تقريبا كيلو ونص، يعني حجم كمية البصل قد كمية الدجاج اللي عنا. الدجاج اللي عندك تقريبا كيلو ونص، البصل بده يكون كيلو ونص. قطعتهم بهالطريقة مربعات كبيرة شوية. طنجرة على النار بنحميها، بنحط كمية من زيت الزيتون، بنزل الدجاج بعد ما يكون مغسول منيح ومنشف، وبقليه ليطلع ذهبي. لازم اول مرحله نقلل الدجاج ليعطينا لون الذهبي. بنقلبه على تاني وجه. بعد ما نقلب الدجاج مثل ما شايفين بحط ورق غار بيعطينا نكهه، بضيف عليه هيل، نص ملعقه صغيره من الهيل، بضيف عليه نص ملعقه صغيره من البهار الاسود. انا يعني قللتهم شوي البهار الاسود، اقل من نص ملعقه. حطيت ملح حسب الرغبه، وضفت عليهم السماق ملعقتين كبار، كمية منيحة. والسماق عندي بلدي حامض من لبنان صراحة، يعني ملعقتين طلعوا حامضين، كمية منيحة يعني، ما أكتر لا. المهم بعد ما حطينا البهارات بنقلبهم، بضيف جزء من البصل. قد جزء يعني شي بسيط، ما بكتر. ربع كمية البصل بضيفها على الفرج، وثلاث ارباع بنخليه للقلي بآخر مرحلة. بحط البصلات على جنب اللي بقيوا، بحرك الدجاجيت وبتركن على نار وسط. هلا هون بحركن تحريكه منيحة وبغطي عليهم وبتركن يستووا. تقريبا حطيتهم 50 دقيقة، طلع عند الفروج منتهي نهي، وخليت النار وسط. بهالوقت العجينة خمرت عندي، بنقطعها وبنحطها بصينية مدهونة بطحين. طلعوا عندي هيدي كمية كيلو طحين والكوب من الطحين الأسمر، طلعوا عندي ست رغفة خبز، 6 قطع يعني عملوا عندي. غطيتهم 5 دقايق. وبهالوقت يعني كنت جايبة بحص من برا من عندي من جنيني، غسلتهم ونشفتهم وحطيتهم بالفرن قبل بنص ساعة ليحموا، لأنه بده وقت ليحمى هذا البحص حتى نقدر نشتغل. وهون كنت مهيرة كل اشي حوالي، وصرت حط طحين ورق العجين، وقعدت رق بهالطريقة. رقه كتير سهل بما انه عنا العجين رخو، رقه كتير سهل وبسيط، بمد معنا لحاله. والفرن عندي حامي، وحطيت هيدا البحث يا جماعة. هون ما عندي طابون ولا موفر عندي خبز الطابون، يعني بالغربة نحنا بنضطر ندبر وسائل غير الاشياء المتاحة الاصلية. يعني شو بدنا نعمل؟ بندبر حالنا بهالاشياء. بس والله طيب الخبز، طيب وطري ولونه حلو. انا بحياتي ما ضايقة خبز الطابون الاصلي، بحياتي ما ماكليته، بس كأول تجربة لإلي طيب. هون عيطت لجوزي ويا ريتني معيطيت له تعا ساعدني، واستلمني. شو عم تعملي؟ وعمليهم مناقيش. قلت له هذا خبز طابون. قال لي لا اعمليهم مناقيش. قلت له بديش اعمل مناقيش، انسى امر المناقيش، خلص اكلات لبنانيه ما عادش بدنا نعمل اكلات جديده. لا عم بمزح مشحرين، ولادي معودين على الاكل اللبناني. المهم صار جوزي يساعدني بهالوقت، وبتعرفوا استلمني وصار يتزانخ، وصار يقول لي خبز وما خبز، وطابون وما طابون، ومناقيش وما مناقيش، ومن هالحكي. واكلهم وقعد يلوي براسه يمين وشمال عن الخبزات. قال شو عم تعملي فينا؟ عمليهم مناقيش احسن. قلت له لا انسى المناقيش. المهم
عملناهم طلعوا 5 ترغفة. رجعت نقلت الفرن لفوق، ايه الصينية حطيتها تحت، رجعت طلعتها لفوق لأنه لقيت الحرارة من فوق بتعطي نتيجة أفضل من تحت أول رغيف يعني كان مثل تجربة لإلي. عدلت حرارة الفرن وبعدين زبطتها، تاني رغيف والتالت سحبوا وزبطتهم، يعني عرفت لهم حسب الفرن يعني، ومشي الحال. هلا بعد ما خلصت الخبزيت بطنجر على النار حميتها، حطيت البصلات اللي بقيوا عندي، حطيت تقريبا كوب من زيت النباتي، زيت زيتون يا منيلة شو زيت نباتي. حطيت كوب من زيت الزيتون اللبناني الأصلي، ومن ملح حسب الرغبة مثل ما شايفين. ورجعت حطيت نفس البهارات اللي حطيتها على الدجاج، نص ملعقة صغيرة من الهيل وربع ملعقة من بهار الأسود، ما كترت ما بقدر الكرمال العالي يعني. ربع ملعقة صغيرة بس من بهار الأسد. ونسيت نسوي حط كمون مطحون، كنت حابة ضيف كمون مطحون، مش مشكلة يلا المرة الجاية ما صار شيء. رجعت حطيت سماق، أكيد البصل بده سماق بهالمرحلة. حطيت ملعقتين كبار من السماق البلدي وحركتهم وخليت النار وسط وغطيت عليهم ليتدبل البصل ويستوي. بهالوقت خلص عندي الفروج، حطيت ورقة زبدة على صينية، صفت الفروج اللي خلص عندي وبحطه بالفرن لحتى يتحمر شوي، شي بسيط يتحمر ويتنشف. هلا الفروج عندي ما زدت عليه اشي منوب ولا اشي ولا حطيت عليه سماق، بعد ما ظهر من الفرن حطيت سماق. هون البصل حركته على وشك ينتهي، شايفين شكله كيف صار. والدجاج عندي بعد ما قمته بالفرن وتحمر بضيف عليه هلا السماق شي بسيط، ما كترت لانه حاطين فيه سماق بمرحله السلق ومعطي طعم كتير قويه وظاهره. هيدا الخبز اللي عملته خبز الطابون. شو بعمل؟ طري الخبز طلع مش ناشف ولا مقحمش، مع اني عملته بفرن البيت مش فرن خاص. بغمسه بزيت الزيتون. هلا ما كترت زيت زيتون عشان ما تلع النفس، يعني حطيت كمية قليلة من زيت الزيتون برغيف لما غمسته. بنحط هلا البصل المقلى، بغطي كل الرغيف بالبصل، بوزع عليه بصل. وشو بعمل بعد ما حط البصل؟ بفوته على الفرن ليتحمص شوية. فوته على الفرن. هون بعد ما ظهرت الصينية من الفرن، هيدا شكلها بعد ما تحمصت شوية. هلا بحط عليها الدجاج بعده سخن، الدجاج ومقمر وعليه سماق، حطيت على الوجه. هلا هيك بنقدمها وبناكلها يا جماعة. هيدي الوصفة يعني أنا لبنانية صح، بس والله طلعت طيبة يا جماعة. يقالنا فلسطين، يعني يا ريت في حدا هيك بيعرفوا فلسطيني حد لدوقه إياه ويعطيني رأيه صراحة، لحتى أنتوا تقيموا وصفتي وتجربتي بالمسخن. هيدي الطريقة وهيدي النتيجة. ما تنسوا تعملوا لي لايك وشير للفيديو، واكتبوا لي تعليق حلو مثلكم بليز.